طبعا احنا كلنا عارفين ان اخر تجربه سينمائيه لعبد الحليم حافظ كانت ابي فوق الشجره. فيلم حصل فيه انتقادات ياما، في بعض المشاهد اتصورت من زوايا مختلفه او اتحط اضاءه معينه بحيث ما يبانش اثار المرض على عبد الحليم. كان حابب ان هو يرجع بتجربه مختلفه. كان في تجربه فيلم اسمه لا، حاجه مختلفه تماما عبد الحليم ما عملهاش في مسيرته السينمائيه، يعني ان راجل مظلوم تهم في قضيه ظلم ودخل السجن، ودي كانت قصه حقيقيه كتبها كاتب مصطفى امين. كان كتب مجموعه قصص وهو في السجن. القصص دي وصلت لعبد الحليم حافظ عن طريق كاتب اللبناني سعيد فريحه، ده كان صديق عبد الحليم وصديق مصطفى امين. عبد الحليم اعجب بالقصه وبدا ان هو يفكر يعملها، وليه لا تكون الكامباك بتاعته المختلفه تماما في السينما. اول مره عبد الحليم كان هيشتغل مع مخرج عربي، مخرج جزائري اسمه احمد الراشدي. اختاره عبد الحليم لانه كان قبلها بكام سنه عمل فيلم جزائري بس كان شارك فيه ممثلين مصريين اسمه طاحونه السيد فابر سنه 73. كان شارك بطولته عزت العلايلي، وكان عبد الحليم معجب بيه جدا ان الفيلم اتكرم ودخل مهرجانات كتيره. عرض عليه ان هو يخرج الفيلم، طبعا الراجل رحب جدا. كتب السيناريو بتاعها السيناريست حسن فؤاد، اشهر اعماله كانت فيلم الارض. كان الفيلم ده هيكون مختلف تماما على مستوى القصه وعلى مستوى حاجات تانية كتير، منها ان ما كانش عبد الحليم هيغني لايف، كانت الاغاني هتبقى عباره عن بلاي باك على القصه، يعني اغاني في الخلفيه. دي كانت اول مره بتحصل في افلام عبد الحليم. يوم 29 مارس قبل وفاه عبد الحليم بيوم، كان احمد الراشدي زار عبد الحليم حافظ ومعاه الدرافت بتاع السيناريو وعرضوا عليه، وكان عبد الحليم مبسوط بيه جدا وقال له انا خارج من المستشفى بكره، هاجي لك الاول باريس اقعد معاك هناك قبل ما ارجع القاهره، نراجع النسخه الاخيره من السيناريو ونبدا تصوير على طول. بس قبلها كان عبد الحليم عايز يروح لمنتورا يشوف حياه المساجين عامله ازاي، لانه كان هيعمل مشاهد وهو في السجن. كان حابب يشوف الدنيا دي على ارض الواقع. قال لاحمد الراشدي ان هو هيرجع يروح زياره اللومان دي، وبعد كده هيكون عنده حفله شم النسيم واللي كان هيغني فيها اغنيه من غير ليه، اللي للاسف طبعا ما لحقش يغنيها، غناها بعد كده محمد عبد الوهاب. وهيخلص الاغنيه دي ويبتدوا على طول تصوير الفيلم. وللاسف تاني يوم الصبح كان المنشط الرئيسي في الجرايد كلها هو وفاه عبد الحليم، رغم انه كان بحاله جيده. الفيلم فضل حبيس الادراج، اتعرض على احمد الراشدي واتعرض على مصطفى امين ان اكتر من حد يعملها، ده على حسب مقوله المخرج الجزائري احمد الراشدي. حوار كان عمله مع جريده الاهرام، اترشح وقتها عزت العلايلي، كان في وقت البريك ثرو بتاعه، لكن هو رفض ان هو يشتغل الفيلم ده مع اي حد، وقال انا ما شفتش حد في الفيلم ده غير عبد الحليم حافظ، انا مش هبقى حابب اشتغله مع حد تاني. سنه 94 فيلم اتعمل مسلسل اسمه لا، برضه بطوله يحيى الفخراني، قصه هي مصطفى امين، اتعمل معالجه مختلفه وكان اخراج يحيى العلمي، بس طبعا هو واضح انه ما حققش نجاح كبير. يعني مخرج زي احمد الراشدي كان حلمه ان هو يشتغل مع عبد الحليم حافظ، كان الحلم ده ما اتحققش. هو كان بيروح يزوره كتير في لندن، فكان بياخد معاه كاميرا وكان بيصور معاه لقاءات وزيارات الفنانين ليه. فعمل فيلم وثائقي لعبد الحليم سنه 81، كان هو يعني من التعويض ان هو يكون اشتغل مع عبد الحليم، لكن فضل مشروع فيلم لا هو ما نفذوش. وللاسف كان من التجارب اللي عبد الحليم حافظ ما لحقش يعملها قبل وفاته، واللي اكيد كانت هتبقى مختلفه وكنا حابين نشوفها عامله ازاي.